تعال اقول لك. لما التشيك انجن لايت تنور عندك تعمل ايه؟ يا لا، تعمل ايه لما لمبة التشيك انجن تنور عندك في عربيتك او لمبة الاعطال؟ تابع معنا. اول حاجه هتعملها ان انت هتروح لفني فحص الاعطال، وهيطلع بلاطه الاعطال اللي ماسكها في ايده وهيركبها في العربيه. بعد كده هيمسح لك الاكواد بتاعتك، وبعد كده تطلع تجري تروح وتروح تشتكي ان العربيه لسه فيها اعطال والعربيه برجله وما انت بتسحبش. ايه يا ابني الطريقه بتاعتك دي؟ مش قلنا عم هندخل حاضر. في الموضوع على طول ومش هنجيب سيره حد؟ ايوه ما مظبوط. تخش بقى في مظبوط. الموضوع على طول حاضر. يا بالراحة. عم، زهقتني. الله. انا اسف يا جماعه، حقكم عليا. اول حاجه بتروح للفني علشان يكشف على الاعطال بتاعه عربيتك، فهو اول ما بيشوف الاعطال بيمسحها على طول، ودي اكتر حاجه غلط. اول ما بتشوف اعطال في الكمبيوتر بتاع عربيتك حاول ان انت تحفظها او تاخدها سكرين شوت او تعمل لها ريبورت، لان الجهاز عنده بيعمل لها ريبورت ويحفظها عنده. انت تقدر تمسحها، ولكن هو بيمسحها وبيشوف الهارد كود اللي موجود في العربيه وبيقول لك ده العيب في حساس فلاني وغيره، روح غيره وخلاص. والطريقه الصح، والكلام ده مش عندي انا بس، لا ده عند واحد اسمه باين هولو اوتو دايجنوستكس. الراجل ده بيشتغل في العربيات بطريقه فظيعه وبيعرف يطلع الاعطال اللي في العربيات وما بيسيبش العطل غير لما يطلعه بالتفصيل قوي. راجل يعني استاذ في اعطال العربيات. المهم الراجل ده بيعمل ايه، وده اللي يعلمنا كتير وبيعلم ناس كتير جدا، وفي ناس في مصر بدأت تعمل كده. ان هو لما بيلاقي عطل بيبدأ الاول يسجل لايف داتا على الحساس المعين او العطل المعين اللي هو موجود عنده. بعد كده بيشوف الكرايتيريا اللي حصل فيها العطل وبيبدأ يكررها مرة 2 و3 و4. بعد ما نعمل كده ونتأكد ان فعلا في عطل في العربية في الناحية الفلانية، سواء كان مثلا ناحية كهرباء او سنسور ذات نفسه، بنبدأ نفحص الوايرنج او السلوك اللي واصلة للسنسور المعين اللي مسجل معانا عطل، وبنبدأ نفحصها من الكمبيوتر لحد السنسور، او لو في وصلات في الطريق بنبدأ نفحصها ونتأكد ان هي شغالة كويس. بعد كده بنبدأ نفحص السنسور ذات نفسه عن طريق الإشارة اللي هو بيطلعها للكمبيوتر عن طريق البيكو سكوب أو أي سكوب، أو عن طريق الأفوميتر إن السيجنال بتاعته اللي بيطلعها سواء كانت 5 فولت ريفرنس أو ساين ويف أو أيا كانت السيجنال اللي بيطلعها. بعد كده نبدأ نفحص الكمبيوتر هل بيستقبل السيجنال دي ولا لا، وبعد كده بنحدد سواء كان العطل في الأسلاك أو العطل في الكمبيوتر أو العطل في الحساس ذات نفسه. ودي بتكون الطريقة السليمة والصحيحة 100% إن أنت تطلع أي عطل في عربيتك. وتابع معانا في اعرف عربيتك اكتر علشان هنعرف كل عربية والاعطال اللي فيها وازاي نصلحها ونصينها ونكتشفها بالبيكوسكوب او الافوميتر او اي طريقة ان احنا ممكن نكتشف بيها السنسور او العطل ده. انضم لينا في رحلتنا في اعرف عربيتك اكتر علشان تعرف العطل اللي في عربيتك وتوصل له بالطريقة الصحيحة 100%. وتابع معانا علشان هنغير مفهوم صيانة السيارات في مصر. السلام عليكم.